حاجات كنا فاكرينها حرام وهي مش حرام. ركز معايا جدا عشان هفاجئك واسمعك كلام جديد، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي في التعليقات. رقم واحد، ينفع لاي واحده ست ان هي تصلي بالمكياج او بالمونوكير، مفيش اي مشكله، مش حرام. واللي يقول لك حرام قولي له هات الدليل. مفيش دليل. لكن خلي بالك الغلط انك انت قبل ما تتوضي تحطي المونوكير، لا ده لازم تشيلي المونوكير ولازم تشيلي المكياج قبل ما تتوضي، لان المكياج او المونوكير بيعمل زي عازل عن الجلد وعازل عن العضو اللي انت هتتوضي وتمسحي عليه، فساعتها الميه مش هتوصل وساعتها يبقى الوضوء باطل والصلاه باطله. لكن بعد ما تتوضي تحطي اللي انت عايزاه سواء انت عايزه او مش عايزه وتصلي. رقم اتنين، وضع الكريم للمراه خارج البيت يجوز، بس خلي بالك ما يكونش كريم اساس والحاجات اللي زيه، لان كريم الاساس واللي زيه فهو ملفت للرجاله وساعتها نقول لك لا يجوز. لكن كريم بيتحط عشان بيرطب الجلد عشان تقي من اشعه الشمس ده مفيش اي مشكله طالما ان هو مش بيلفت الانظار. رقم ثلاثة، ربنا اجاز للمراه ان هي تشيل اي شعر في جسمها الا موضع واحد بس، الا وهو الحاجبين. الحتتين دول ما ينفعش تيجي ناحيته. بدايه الحاجبين من هنا الحته دي والحته دي، لكن دي مش من الحاجبين فيجوز ان انت تشيلي من هنا، بس خلي بالك اوعي تخش شويه هنا ولا تخش شويه هنا. رقم أربعة، تشقير الحواجب. يعني تشقير الحواجب يعني واحده عندها زوائد فوق كده وهي مش عاوزه تشيلها عشان حرام. العلماء اجازوا ان هي تشقرها. يعني تشقرها يعني تلونها بلون الجلد كانها مش باينه، الا اذا انت قربت قوي فتبان، لكن طول ما انت بعيده ما تبانش. في العموم يجوز، لكن ما تعمليش الكلام ده قدام واحد جاي يخطبك عشان تبين ان انت ما فيش حاجه عندك فيتفاجئ بعد الجواز ان انت عندك الكلام ده، فده اسمه ساعتها تدليس وكذب. رقم خمسة، لبس الخاتم في الصابع ده اللي هو السبابه للمراه يجوز ولا حرج في ذلك. واللي يقول لك حرام قولي له هات الدليل. مفيش دليل يا عم الحاج. ايه ده بيقولوا له ان الشيطان بيحب اللبس الخاتم في الصابع ده في الصلاه، ده على اساس يعني ان الشيطان بيصلي وعلى اساس اصلا الشيطان بيلبس خاتم؟ الله يكرمكم بطلوا بقى العادات والتقاليد اللي مالهاش ريحه اللازمه دي. هكذا وجدنا اباءنا يفعلون. الدين عندنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الافتكاسات دي مش بتاعتنا. في احاديث ايوه، لكن دي كلها احاديث باطله ومكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الصحيح اللي ذكر فيه الحته دي فده خاص بالرجاله. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في اصبعي هذا والذي يلي اللي هو الوسطى، فاشار الى السبابه والوسطى. يعني الرجاله بس في نهي، لكنه مش نهي تحريم وانما نهي كراهه، يعني يكره كده، لكن لو الراجل برضه لبس مش حرام. رقم ستة، تبقى انت قاعد والست الوالده في البيت او انت قاعده مع امك في البيت وتقول لك روحي اجري بسرعه اعدلي الشبشب ده عشان حرام. ليه يا ماما حرام ليه؟ هو كده وخلاص، روحي اعدلي بسرعه اجري. طبعا مش كل حاجه حرام، سواء سبت الشبشب على وشه على ظهره مقلوب مش مقلوب كل هذا جائز، لكن بنعدله من باب الشياكه والنظافه والهندله، والاتنين كده جنب بعض معدولين شكلهم كده يفتح النفس، غير لما يكون واحد مقلوب ومرمي كده. لكن من جهه الحرام والحلال مفيش اي مشكله خالص. رقم سبعة، تلاقي واحده شايفه ابنها ماسك المقص عمال يفتح ويقفل تك 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 تك، فتقول له يا ابني حرام عليك هتدخلنا الفقر، على اساس يعني طول ما انا قافل المقص الفلوس هتجري تحت رجلي زي الرز. لكن لو هو صغير وخايفه عليه يعور نفسه قولي له ما تعملش كده عشان ما تعورش نفسك مش عشان حرام. رقم 8، تبقى انت مولع عود بخور زي ده قلم مش بخور بس يعني كانه بخور، وانت عمال تعمل كده في البيت شو شو شو، فتلاقي امك تقول لك هتعمل على نفسك حمام وانت نايم، بالذات لما يكون عندك 6 7 سنين تقول لك هتعمل فطيره قد كده، وساعتها ابوك هيديك علقه تمام. يا ست ولا هيعمل حمام على نفسه ولا حرام ولا حاجه، لكن انت خايفه عليه ان هو يحرق نفسه او يحرق الانتريه ولا الستاره، ساعتها تقولي له هتحرق الستاره ما تعملش كده. رقم 9، قراءه القران للمراه بدون حجاب، قاعده في بيتها مخففه ثيابها مش لابسه حجاب، لابسه حاجه قط، لابسه بيجامه، كيف ما شاءت هي في بيتها ماسكه المصحف وبتقرا القران، مفيش اي مشكله ومش حرام، والقراءه صحيحه بفضل الله عز وجل. ولكن يستحب يستحسن ان انا اتستر. طب انا ما اتسترتش والجو حر والدنيا مولعه والكهرباء قطعه، اقراء القران كيف ما شئتي باللي انت فيه، سواء كنت بحجاب او من غير حجاب، سواء لابسه اسدالك او لابسه البيجامه او لابسه الجلابيه او لابسه القط. واللي يقول لك حرام قولي له هات الدليل يا عم الحاج ما توجعش دماغنا. النقطه اللي بعد كده رقم 10، ما اعرفش 10 ولا 11، المهم ان هي الصلاه بالحذاء. تسمع بعض الناس يقول لك ما ينفعش تصلي بالحذاء الا عند الضروره القصوى، الكلام ده غلط. اللي يجوز ان انا اصلي بالحذاء عادي ما فيش اي مشكله، لكن مش في المسجد. ما ينفعش الناس كلها داخله المسجد من غير حذاء وبتصلي واقف جنبي وانا اصلي جنبه بالحذاء، هيطردني بره. لكن انا مثلا في الشركه بتاعتي، انا في بيتي، انا في الصاله في البلكونه بصلي ولابسه الشبشب بتاعي لابسه الحذاء بتاعي، مفيش اي مشكله اصلي والصلاه صحيحه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي بالحذاء، فنزل سيدنا جبريل فقال له الحذاء فيه خبث، الحذاء يعني فيه نجاسه، فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيصلي خلع الحذاء بتاعه علشان فيه نجاسه مش عشان ان الحذاء ما ينفعش يصلي بيه. لذلك قبل ما اصلي لو انت عاوز تصلي في بيتك وانت لابسه الحذاء
بتاعك، الجزمه بتاعتك الجو برد مش عاوزه تقلعي الحذاء بتاعك، صلي عادي مفيش مشكله، بس ما يكونش فيه خبث، ما يكونش فيه نجاسه. رقم 11 تلاقي واحده ست سايبه الشقه بتاعتها مش نظيفه، فتيجي تقول لها يا بنتي انت ليه ما نظفتيش دلوقتي؟ هتقول لك الدنيا ليل وحرام ان احنا نكنس بالليل. كانت تقول لك ساعه صلاه الجمعه والراجل بيخطب على المنبر ما ينفعش الواحده تنظف البيت ولا تكنس ولا الكلام ده، فيجي الراجل الغلبان المسكين من صلاه الجمعه يلاقي البيت زي القرف. لا يا بنت القرف اللي انت فيه ده، فين النظافه؟ تقول له ما ينفعش، ده حرام ان انا اكنس، فيقتنع ويقول لها صح يا ست الكل. غلط. من بيخطب ما بيخطبش انت مالكيش دعوه بخطبه الجمعه، انت امراه بتصلي الظهر في البيت بتاعك مالكيش دعوه بصلاه الجمعه. كنس البيت والغسيل والكلام ده كله في اي وقت اعمليه مفيش اي مشكله، واللي يقول لك حرام قولي له هات الدليل. اخر حاجه يجوز انك تلبس الساعه سواء في ايدك اليمين او في ايدك الشمال. دي ايدي اليمين بس الكاميرا معكوسه على فكره، انا كشريف بلبسها في ايدي اليمين تيمنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تيمنوا فان في اليمين بركه. لكن لو قلعتها ولبستها في ايدي الشمال مش حرام ومش غلط ومش عيب. دي شويه حاجات عرفت اجمعها، ولو انت عندك اي سؤال في الحاجات المشهوره هل هي حرام ولا حلال سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. واخيرا ما تنساش تعمل شير فالدل على الخير كفاعل عشان نعرف الناس الحاجات اللي كانت معتقده ان هي حرام طلعت مش حرام. واوعى تنسى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام.